السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنشرح جرامر الوحدة الثامنة. نبدأ بإذن الله. زي ما أنت شايف كده العنوان اسمه countable and uncountable nouns، الأسماء التي تعد والتي لا تعد. رقم واحد، إيه هي بقى الأسماء التي تعد اللي هي countable؟ أنت عندك أسماء مفردة، والأسماء اللي أنت شايفها مفردة دي من الممكن جمعها. طيب زي أنا عندي a book box، a potato potatoes، an apple apples، an email emails. في حالة المفرد يأتي قبلها a أو an، وفي الجمع ندى. طبعا في كلمات بيبقى آخرها s، في كلمات بيبقى آخرها es، وفي كلمات آخرها es. المهم إن هي بتاخد s في الآخر، فدي كلمات تجمع يبقى مفردة وتأخذ جمع. طيب هناك كلمات أو جمع غير منتظم اللي هو الشاذ الذي لا يأخذ الاس، زي امان من، ما نقولش منز. امان من رجل رجال، او وومن امرأة، وومن نساء. يبقى اعرف ان ا تأتي مع المفرد وتحذف الا عند وجود الجمع. a child children، a child children طفل اطفال. طيب برضو لسه في الغير منتظم اللي هو الجمع الشاذ الذي لا يأخذ الاس، an ox oxen، ثور ثيران، ألوف ورقة شجر، لوفز أوراق شجر، أتوث سنة، تيث أسنان، أماوس فار، مايس فئران. كده خلصنا نمبر 1. تعال عند نمبر 2. الأسماء التي لا تعد uncountable دي أسماء تعامل معاملة المفرد وليس لها جمع. يعني إيه تعامل معاملة المفرد؟ مش إحنا بنجيب مع الجمع are أو have أو were، لا، الكلمات بقى اللي هي ما بتتجمعش هنجيب معاها يا is يا was يا has. تاني نجيب معاها يا is يا was يا has، لا يأتي قبلها a أو an ولا تأخذ الاس الجمع أصلا. water مية، oil زيت، ما بتتجمعش بقول water is oil. advice نصيحة، information معلومات، news أخبار. أنت شايف اسمها أخبار معلومات بس تعامل معاملة المفرد. صوت ملح، ال سايلنت. فرنتشر أثاث تعامل معاملة المفرد ما بتجمعش. ماني مال، تيجي تقول لي في اللغة العربية ده في مال أموال، لا أنا ماليش دعوة باللغة العربية. ماني هنا ليس لها جمع. اكيوبمنت معدات ليس لها جمع. بريد خبز ليس لها جمع. شوجر سكر. تي شاي. طيب فور اكزامبل على سبيل المثال، هذا ادفايس نصيحته was useful. يا اما اقول يا is يا was يا has، دول المفردات. نصيحته كانت مفيدة was useful. لو بتكلم في المضارع هقول is، ما اجيبش سيرة ار اصلا. my tea الشاي is very hot، سخن جدا. طيب تعالى نمبر 3. نستخدم كل من some بمعنى بعض وكلمة any بمعنى اي قبل كل من الاسماء الجمع والاسماء التي ليس لها جمع اللي ما بتتعدش. طيب حيث تأتي some بقى بتيجي فين؟ some بتيجي في الجملة المثبتة وعند الطلب أو العرض. تاني some معناها بعض، بتيجي مع الجملة المثبتة وعند الطلب أو العرض. فور اكزامبل على سبيل المثال، I would like some tea، أنا أحب بعض من الشاي. دي جملة مثبتة ما فيهاش not. طيب لو أنت عايز تعرض على واحد إن هو مثلا ياكل حاجة أو يشرب شيء، would you like some chicken؟ هل تود بعضا من الفراخ؟ طيب I will buy some books، طبعا أنا بطلب، أنا سوف أشتري بعضا من الكتب. would you like some potatoes؟ would you like some potatoes يبقى بتيجي مع المثبت والطلب والعرض. تأتي any في حالة النفي والسؤال اللي هي معناها أي، يبقى some بتيجي مع مثبت وطلب وعرض، دي بتيجي مع نفي وسؤال. تعالى فور اكزامبل على سبيل المثال، there isn't any milk، there isn't any milk لا يوجد أي لبن. أهو السؤال بقى is there any milk، is there any milk. طبعا الإجابة ممكن تقول yes there is أو no there isn't، طبعا ده سؤال. طيب I don't have any books، I don't have any books ليس لدي أي كتب. do you have any books، do you have any books هل لديك أي كتب. طيب كده خلصنا قاعدة some و any اللي بتيجي مع الذي يعد والذي لا يعد. نمبر 4، نستخدم الكلمات الآتية بمعنى كثير من قبل الأسماء التي لا تعد والأسماء الجمع. يعني
a lot of و lots of بتيجي مع اللي بيتعد والذي لا يعد، يعني بتيجي هو جوكر، يعني بياخد الاثنين. فور اكزامبل على سبيل المثال I have a lot of أو lots of information، يعني لما تقول a lot of أو lots of من غير information، طبعا information معلومات ما بتتعدش. طيب نجيب بقى واحدة بتتعد. I have a lot of lots of friends، أنا لدي كثيرا من الأصدقاء. فعندك a lot of أو lots of بتيجي مع اللي بيتجمع واللي ما بيتجمعش. كلمة كثير لها أيضا الأشكال العديدة. a lot of أو lots of طبعا بتيجي مع اللي بيتجمع واللي ما بيتجمعش. طب ميني بقى بتيجي مع اللي بيتجمع، ميني كثيرا بتيجي مع اللي بيتجمع بس، وماتش بتيجي مع الذي لا يعد اللي هو ما بيتجمعش أصلا. بس a lot of بتيجي مع الاثنين، عشان كده جايب لك يساوي في الاثنين. تاني a lot of بتاخد اللي بيتجمع واللي ما بيتجمعش، ميني بيجي مع اللي بيتجمع بس، ميني جمع، وماتش كلمات ما بتتجمعش. فور اكزامبل على سبيل المثال I have a lot of أو lots of books، ممكن أشيل a lot of و lots of وأقول many books. I have a lot of أو lots of information، ممكن أشيل الأحمر ده a lot of و lots of وأقول much information، معلومات. كلمة قليل لها أشكال آتية. في few و a few بيجي بعديها جمع، و little و a little طبعا دي الاتنين معناهم قليل بيجي بعديها الكلمات اللي ما بتتجمعش. يبقى قليل للعدد و little قليل للكمية، few قليل للعدد و little قليل للكمية. فور اكزامبل على سبيل المثال few people قليل من الناس، people هنا بتتجمع، few people visited the zoo last week. ناس قليلة، يبقى اعرف كده في قاعدة كده تخلي بالك، many و few بيجي بعدها جمع، many و few جمع. طب much و little كثيرا وقليلا، much و little بيجي بعدها كلمات ما بتتجمعش. few people visited the zoo last week، كثير من الناس أو قليل من الناس زاروا الحديقة الأسبوع الماضي. I need a little oil، طبعا الأويل ما بيجمعش فأجيب معايا much يا little، أنا محتاج زيت قليل. طيب للسؤال عن الكمية والسؤال عن العدد نستخدم ايه؟ how many جمع وهاو ماتش كلمة ما بتتجمعش. how many جمع طبعا معناها كم العدد للجمع، وهاو ماتش كم للكمية بيجي بعدها كلمة ما بتتجمعش. فور اكزامبل على سبيل المثال how many cups do you need، كم عدد الفناجين، يبقى how many جمع اهو do you need اللي انت محتاجه. how much كم كمية التي الشاي do you need، يبقى how many جمع وهاو ماتش بتيجي بعدها كلمات ما بتتجمعش. نمبر 8 نستخدم كلمة enough في كافي، واعرف ان جي اتش هنا فيه بمعنى كاف وتأتي قبل الاسم وكذلك تأتي بعد الصفة. فور اكزامبل على سبيل المثال I don't have enough time، اهي جت قبل الاسم اهو، ليس لدي وقت كافي. she hasn't got، هي ليست لديها enough books، كتب كافية. he is clever enough وتأتي بعد الصفة اهو، جاي بعد الصفة اهي clever ماهر. to answer the question، هو ماهر كفاية ان هو يجيب على هذا السؤال. طيب نمبر 9 نستخدم كل من too many اكثر من اللازم و too much اكثر من اللازم. طبعا too many زي ما خدناها كده بتيجي بعديها الجمع، و too much بيجي بعديها الكلمات التي لا تجمع. too many اكثر من اللازم يجي بعديها too much بيجي بعديها الكلمات اللي ما بتتعدش، و too many بيجي بعديها الكلمات الايه الذي لها جمع. there are too many people، يوجد كثير من الناس in the room في الحجرة. it's very crowded، الدنيا زحمة. too many people ادي الجمع اهي people. there is too much noise، يوجد ضوضاء اكثر من اللازم. I will go out، انا سوف اخرج. طيب الكلمات المنتهية ب ICS تعامل معاملة المفرد، زي athletics العاب القوة، gymnastics اللي هو جيمنازيوم، وفيزيكس اللي هو الفيزياء، وايكونومكس اللي هو الاقتصاد. طبعا الاس اللي في الاخر دي مش اس الجمع، دي تابع الكلمة من اساسه. يبقى هنا فور اكزامبل على سبيل المثال تعامل معاملة المفرد، هجيب معايا از وزي هذا. athletics is my favorite sport، العاب القوة is. فانت لا تظن ان الاس اللي هي بالازرق دي ان هي دي جمع، دي اس تابعة للكلمة، فمش هجيب بقى ايه ار. لو كانت اس الجمع دي كنت جبت ار او وير او هاف. athletics is my favorite sport، العاب القوة هي رياضتي المفضلة. physics was my favorite subject، الفيزياء هي مادتي المفضلة. طيب نمبر 2 قبل الاسماء التي لا تعاد يمكن استخدام بعض ادوات التجزئة كالاتي: a glass of water، كوبا من الماء. a cup of tea اللي هو فنجان من الشاي. a piece of advice قطعة من ايه او نصيحة. a bag of tea هو كيس شاي. a liter of milk، طبعا لتر لبن. a bar of soap اللي هو القالب بتاع الصابونة. a piece of meat قطعة من اللحمة. a loaf of bread رغيف من الخبز. نمبر 1 فور اكزامبل على سبيل المثال I will buy a kilo of meat، أنا سوف أشتري كيلو لحمة. Please give me، أعطني a loaf of bread رغيف من الخبز.
he gave me a piece of advice. وأعطاني بعضا من النصيحة. الأشياء المكونة من جزئين لا ينفصلان تعامل معاملة الجمع. الأشياء اللي هما لا ينفصلان، طبعا شوز طبعا ليها فردتين فأعمل لها جمع، طبعا الفردتين تعامل معاملة الجمع لأنها فردتين. شوز مفيش حد بيلبس فردة واحدة. سوكس شراب طبعا الفردتين مع بعض. جلاسز طبعا نظارة ليها ايه عدستين. سكيلز اللي هو الميزان، طبعا انتوا عارفين الميزان بتبقى ليه كفة وكفة، كفتين ميزان. طيب تعامل معاملة الجمع، يبقى عرفنا الكلمات التي تعامل معاملة المفرد، ودي بقى الكلمات التي تعامل معاملة الجمع. ماي شوز حذائي ار بلاك، طبعا جبنا ار لانهم ايه فردتين مع بعض. لقينا ان الترجمة بتاعتها حذائي. هيز جلاسز نضارته وير بروكن كانت مكسورة. ويمكن قبلها ممكن استخدم ابير اوف. ابير اوف اللي هو زوج من I have a pair of shoes، انا عندي حذاء. she bought a pair of socks، هي اشترت شراب. طيب لاحظ الفرق الاتي، عندي تي شاي، جلاس زجاج، بيبر ورق، تشيكن لحم دجاج، كافيه فنجان قهوة، جلاس كوب، بيبر جريدة، ورقة تشيكن معناها دجاجة. طيب كده لاحظنا الفرق. تعالوا بقى الدور جه على choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 have you got not apartment or a house؟ هل لديك شقة أو منزل؟ يبقى قبل apartment الشقة أجيب some ولا ميني ولا ولا آن؟ مش هنا قال house، وهنا احنا قلنا الكلمة التي تبدأ ب آن تأتي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف متحرك، فاحنا هنقول آن. طيب Number 2 are there not tickets؟ ده سؤال، واحنا قلنا الأسئلة بتيجي مع some ولا اني؟ ابعد بقى عن أو آن. أيوه هيجي مع اني. هل يوجد أي تذاكر؟ هل توجد أي تذاكر؟ نمبر 3 هاو نقط ماني، الماني لا يجمع. ماتش ولا ميني ولا لونج ولا فيو؟ ابعد، استبعد لونج وفيو، ما عنديش أنا إيه؟ طبعا مستبعد لونج وفيو، كده فاضل لك ماتش وماني. الماني ماتش وميني، كلمة ماني مال بتيجي مع الكلمات التي لا تعد، فيجي هاو ماتش. نمبر 4 هاو نقط باوندز، كم عدد الجنيهات دو يو هاف اللي معاك؟ الجنيه هنا جمع، فيجي ماتش ولا ميني ولا ليتل ولا ويت؟ طبعا الجمع بيجي مع ميني. طيب نمبر 5 I have نقط نيوز، نيوز أخبار لا تعد، نيوز أخبار لا تعد. أنا لدي بعضا من الأخبار لك، جملة مثبتة. إني ميني صم، هنجيب صم جملة مثبتة. لو كانت منفية كنا جبنا إني. Windows are made of، الشباك مصنوع من الإيه؟ مصنوع of glass، من الزجاج. جلوسز ولا جلاس ولا ميني ولا جلاس؟ هي جلاس. نمبر 7 Please I want a نقط of bread، من فضلك أنا أريد نقط من الخبز. يبقى أنا عايز كلمة رغيف. رغيف تعبر عن المفرد. loaves leaf، لوف leaves. ألوف of لا تعبر عن التجزئة. ألوف of bread. نمبر 8 would you like نقط، هنا هل تحب بعضا من الفراخ؟ هنا طلب أو عرض، هنا من هنا عرض. any some many few، احنا قلنا طلب أو العرض some. نمبر 9 he is poor، هو فقير. he has نقط money، هو طبعا المال هنا لا يجمع، فيجي معاه يا much يا little. طب الراجل ده فقير، يبقى معاه فلوس ايه بقى؟ معاه فلوس قليلة، يبقى little money. نمبر 10 athletics، طبعا الكلمات دي اللي هي اخرها ICS تعامل معاملة المفرد، لأن الاس هنا تابعة للكلمة. فألعاب القوة نقط my favorite sport، فis are have were، فمفردة تبقى is. نمبر 11 I will buy، سوف أشتري a نقط of shoes، a cup of shoes، bar of shoes، kilo of shoes، a pair of shoes. جينا للأسئلة بتاعت complete the sentences with the correct form. هنصوب ونكمل الخطأ. how many time، طبعا time هنا لا تجمع. have you got at the moment، فتايم لا تجمع، فهنجيب معاها much. طيب ظبط لك اهو الخط. ايوه MU
CH لأن تايم ما بتجمعش فيجي معاها إيه؟ كم كمية الوقت. طيب I haven't got some money. some بتيجي مع الجملة المثبتة و any بتيجي مع الجملة المنفية والجملة اللي قدامك دي منفية ب haven't. طيب نمبر 3 I would like a bread please. بريد خبز، أريد بعضا من الخبز. SOME مفيش حاجة اسمها bread. طيب fathers give children يعطيهم useful pairs. لا اسمها a pair of advice. a pair اهي APAIR. there are boys. طبعا ان بتيجي مع ايه؟ المنفي، وصم بتيجي مع الجملة المثبتة SOME. طيب he lost two tooth. طبعا السنة الجمع بتاعها teeth TEETH. he gave me هو أعطاني an advice. لا اسمها some advice SOME. how many money. الماني لا تجمع فاللي بيجي مع الجمع how much MUCH. not much people. البيبول بتتجمع يبقى many people MANY. our furniture where. الفرنتشر هنا ما بتتجمعش فهي تعامل معاملة المفرد فهنقول was WAS. الأساس بتاعنا تم شراؤه من طنطا. I have money enough. طبعا هنا enough تأتي قبل الاسم فهنقول enough ENOUGH. اكتب لك الكلمة تحت عشان يبقى ايه في مكان كده MONEY. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اوعوا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في حلقات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.